السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم النهاردة إن شاء الله. النهاردة سادس يوم معانا زي ما احنا في سلسلة تربية الفراخ البيضاء في البيت. النهاردة اليوم السادس ليهم زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله الله أكبر. المكان ابتدى ان هو يصغر عليهم، المكان بقى ضيق. الحاجة اللي تعمل معانا تفاوت في الأوزان ان الفراخ يبقى الأكل بتاعهم مش متقسم كويس. يعني لو انت مثلا حاطة طبق واحد للفراخ وكلهم المكان مش مكفيهم، فانا هنا دي غلطه برضه انا هظبطها. او ان المكان يبقى ضيق عليهم، لو المكان ضيق عليهم هتلاقي معاكي تفاوت في الاوزان، هتلاقي الفرخ ابتدى يعرق، هتلاقي الفرخ ريشه مش حلو كده، مش نضيف. فانا ان شاء الله بامرك يا رب من بكره هبتدي اوسع عليهم المكان. النهارده كل اللي هعمله على الخلطه بتاعتهم هحط لهم شويه بصل بودره وتوم بودره بس، لا اكتر ولا اقل، لان طبعا الجو حر، احنا دلوقتي بالنهار. انا هغير لهم بالليل ان شاء الله، ما بحبش احركهم كتير بالنهار في عز الشمس وكده. طبعا لما بتيجي تغيري الفرخ بيتحرك بيجري بيعمل، فانا بغير لهم الفرش دايما باستمرار بالليل. وان شاء الله ابتدي ان انا اوسع لهم المكان، حط لهم على الميه عصره ليمون بس. فيتامين سي برضو قلنا طول ما الدنيا حر هما بيحتاجوا فيتامين سي، بيحتاجوا محلول جفاف، بيحتاجوا اي حاجه تعوض السوائل بتاعتهم. النهارده ان شاء الله اليوم السادس حطيت لهم الخلطه بتاعتهم. برضو لو هنحط بصل هنحط اي حاجه متقطع، مش البصل البودره والثوم البودره عادي، لكن بصل بخلطه او عسل او اي حاجه من الحاجات اللي بتحمي الجسم دي يبقى يفضل ان هي بالليل. انا النهارده هحط لهم العلف بتاعهم بس عليه شويه بصل بودره وثوم بودره، وعلى الميه عصره ليمونه. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله الله اكبر، انتشارهم كويس. بس هو المكان ده عليهم ما شاء الله الله اكبر. احنا لسه هنوزن ان شاء الله على عمر الاسبوع، يعني على 8 ايام اسبوع كده ان شاء الله نوزن. المكان ده عليهم. بصوا عند البرين كده كمان مبهدلين الميه مكان ما بيشربوا. فان شاء الله بامرك يا رب من بكره هبتدي ارفعهم في سبت كده زي بطاريه، يكون المكان اوسع عليهم ويكون هم يعرفوا يتحركوا فيه. بحط في السبت بس سلك اسمه سلك تحضين، عشان رجليهم طبعا ما تقعش من السبت او يبقوا مش عارفين يتحركوا او مش عارفين يمشوا. بجيب سلك التحضين ده من اي عياده بيطريه، اي حد من اللي بيبيع ادوات الفراخ دي، بجيب سلك تحضين على قد السبت. انا جايباه بقى لي دورتين اهو، بحطه في القعر بتاع السبت وببتدي ان انا انقلهم فيه على طول. طيب بالنسبه للاضاءه، الإضاءة على حسب الكتكوت، هو اللي هيقولك الإضاءة كويسة ولا هو محتاج إضاءة أعلى من كده. إزاي بقى؟ يعني أنا النهاردة من الساعة 6 الصبح كده فصلت عليهم اللمبة الصفراء، وقلت أشوف مثلا لموا كشوا على بعض وابتدوا إن هما يعرقوا بعض كده، يدفوا بعض، يبقى هما كده لأ عايزين اللمبة الصفراء، مش هينفع إن أنا أفصلها دلوقتي. طيب انتوا شايفين معايا انتشارهم ايه؟ ما شاء الله الله اكبر، انتشارهم كويس وبيتحركوا تمام وبياكلوا بيشربوا. انا هنا اهو ظبطت الاكل، حطيت لهم الاكل على حاجتين عشان ما يبقوش كلهم ملمومين على ناحيه واحده، وزي ما اتفقنا يحصل عندي تفاوت في الاوزان. الميه برضه حطيتها على 2. اهم حاجه الحاجه اللي بتحط فيها الميه تبقى ميه نظيفه، ما تسيبيش الميه تسخن عليهم، ما تسيبيش مثلا اعزكم الله ما يبقاش فيه فضلات في الميه، ما يبتدوش ينكشوا هم في الفضلات بتاعتهم، عشان ده غلط عليهم، يعمل لهم بقى اسهالات ويعمل لهم كوكسيديا ويبقى الدنيا مش مظبوطه معاهم. انا حطيت الاكل اهو على مرتين على طبقين، والميه برضه حطيتها في برامين وكده، دنيتهم تمام، ميتهم تمام، والاكل عندهم تمام. وان شاء الله ان شاء الله بامرك يا رب من بكره هبتدي ان انا انقلهم ان شاء الله، يعني يكون المكان يكون اوسع ليهم ان شاء الله. الإضاءة زي ما احنا اتفقنا، أنا النهاردة أهو من الساعة 6 الصبح أنا فاصلة عليهم اللمبة الصفراء. قلت أشوف دنيتهم، والله لما على بعض كده وعرقوا وابتدوا إن هم يدفوا بعض يبقى هم لسه لأ محتاجين اللمبة الصفراء. لقيت دنيتهم تمام والانتشار بتاعهم كويس ودنيتهم حلوة، خلاص هسيبهم زي ما هم، يبقى هم كده مش محتاجين اللمبة الصفراء. أو على الأقل بالنهار بلاش نطفي اللمبة الصفراء، ومن النهاردة 6 أيام أهو ولا 7 أيام. بالنهار نطفي اللمبه الصفراء، بالليل طبعا لو لا قدر الله في هوا في حاجه نبتدي ان احنا نشغلها لهم. برضو انت عينك مع الفرخ، عينك ومناخيرك اهم حاجه في موضوع التربيه ده. عينك تبقى شايفه احوالهم ملمومين على بعض، كاشين عاملين. مناخيرك تشمي لو لا قدر الله في ريحه امونيا عاليه، في ريحه مش اللي هي، طبعا ده ياثر عليهم جدا. فالحمد لله هم يومهم النهارده كويس. ده كده اليوم السادس معانا للفراخ ان شاء الله. انا يوم بيوم معاكم ان شاء الله كده. النهارده يومنا عدى على خير، واشوفكم بكره ان شاء الله في يوم جديد.